حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في اسعد اوقات حياتكم. لو انت لسه مش مشتركه ياريت تشتركي دلوقتي حالا في القناه، وياريت كمان تفعلي زر الجرس وحط اللايك الجامد بتاعك. ويلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا احنا دلوقتي في ايام برد وايام ساقعه، محتاجين لازم كده تبتدي يومك بحاجه كده سخنه تدفيكي، عشان يعني ايه فاهمه تساعدي نفسك ان انت تقومي تشوفي اللي وراكي. فانتوا زي ما الناس اللي هي متابعاني متعوده معايا ان انا لازم اعمل كده فنجان القهوه بتاعي او كوبايه القهوه بتاعتي، واشربها كده وهي سخنه في الجو ده. بصراحه بتفرق جدا جدا يا بنات. عايزه اكلمك بقى النهارده عن شويه حاجات كده لو عملتيها بجد فعلا انت هتشجعي نفسك وهتحمسي نفسك ان انت تستمتعي بوقتك. ازاي تستمتعي بوقتك؟ ازاي وقتك فعلا تحسي ان هو مش ضايع كده هباء او يعني ايه، عارفه انت لما بننسى نفسنا يا بنات انت بتلاقي نفسك يعني تحطي راسك كده على المخده تحسي ان اليوم راح في زعيق مع اولادك، في حرق دم، في ضغط، في ستريس كده، تحسي ان انت مضغوطه ومشدوده هلكانه تعبانه. فاهمين الاحساس ده؟ طيب ما تيجوا بقى النهارده كده نتعلم ازاي ان احنا ناخد يومنا واحده واحده كده وبالراحه، بحيث ان انت يجي عليك الليل كده تكوني راضيه عن نفسك وتكوني راضيه عن حالك وتكوني كده فاهمه في اسعد وقت بالنسبه لك. بصوا كده يا بنات، اهم حاجه اكتر حاجه بتخلي الست مرتاحه نفسيا ان انت بيتك يكون نظيف. تمام؟ بالذات الست اللي هي يعني وراها في اليوم 100 حاجة، لو عندك 100 حاجة وبيتك نضيف بتحسي ان انت تمام قوي وان انت مبسوطة وان انت مفيش مشكلة، كل حاجة هتعدي. بس اهم حاجة ان البيت يكون نضيف. طيب احافظ ازاي على نظافة بيتي؟ نحافظ ازاي على نظافة بيتنا؟ ان انت اول ما تصحي من النوم زي ما قلتلك كده اشربي حاجة سخنة، حاجة تدفيكي. ابدأي افتحي شبابيك البيت، ايوه افتحي شبابيك بيتك حتى لو الدنيا برد، بس معلش نص ساعة بس مش هتفرق معاكي ولا مع اولادك. حتى لو عملتي في اوضة ان انت تهوي البيت وتجددي هوا البيت وتجددي طاقة البيت، اللي يعني ما تخليش يعني ايه انت قاعدة في نفس النفس بتاع بالليل. لا، غيري هوا البيت كده وجددي كده طاقة البيت. ويا سلام لو اليوم ده طلع له شمس يبقى حلو، او مش طلع له شمس كفايه ان انت جددي نفس الاوضه ونفس البيت. تمام؟ ده اول حاجه لازم تعمليها. تاني حاجه بقى لازم تعمليها ان انت مش هقولك بقى امسحي وشيلي وتنسي لا، كل حاجه حطيها بسرعه بسرعه، حطها في مكانها. يعني مثلا ايه، ولادك بيرجعوا من بره بيقلعوا ويرموا هدومهم، خلاص يعني احنا دلوقتي الفيديو ده مش بقولك ان انت تعلميهم ايه تحمل المسؤولية، لا، بسرعة بسرعة حطي الجاكيت في مكانه، حطي البنطلون في مكانه، الشراب حطيه في الغسيل. فاهمة؟ كل حاجة حطها في مكانها. امسكي اوضة واعملي كده. تمام؟ انت كده دخلت مطبخك او بتجهزي الغدا والبيت متروق. مش هقولك دلوقتي ان انت يعني ايه اكنسي بقى لا، مش هقولك كده، بس كفاية عندك ان انت تحطي كل حاجة في مكانها. تمام؟ هتدخلي تجهزي الغدا بتاعك وانت واقفه بتعملي الغدا بتاعك، دايما ايدك في المواعين، حاجه توسخي تغسليها في ساعتها على طول. فده بيقلل من الضغط عندك. فجأة بتلاقي كده ايه، ده انا هقف اغسل يا دوبك ايه الحاجات اللي احنا اتغدينا بيها وخلاص. فالدنيا بتبقى اهون عليكي. عايزه بعد كده بقى تعملي زياده ان انت عايزه تكنسي الارض، خلاص بقى بعدين لما تكوني فاهمه خلصتي الاساسيات اللي بقولك عليها دي. فعلا يا بنات انتوا لو جربتوا النقط دي هترتاحوا جدا جدا جدا، هتحسوا قد ايه ان انتوا نفسيا مرتاحين. وحاجه كمان يا بنات برضو بتفرق قوي في النفسيه، ان انت شنطه اعزكم الله شنطه الزباله دايما اول باول تطلعيها من بيتك. طلعي، عارفه انت بتطلعي كده طاقه سلبيه ممكن تكون انت مش حاسه بيها، بس هي فعلا طاقه سلبيه موجوده في البيت. فحاولوا يا بنات تهتموا بالنقط دي، فعلا حرفيا هتفرق معاكم جدا. عارفه انت بقى لما كمان يعني ايه، طبعا ولاد الايام دي اكيد بيصحوا بدري بسبب المراجعه والامتحانات والحاجات دي كلها، يجوا بالليل يناموا بدري. اعملي نفسك برضو استمتعي بوقتك، يعني اقعدي مع نفسك اتفرجي على فيديو عايزه تتفرجي فيه على الرواقه، اقعدي في مكان حلو كده، ركنه كده حلوه في بيتك كده مع نفسك كده، المكان انت بتحبيه مظبطاه لنفسك. عارفه انت بحب الاحساس ده قوي بنات، لان دايما انا مقتنعه ان محدش هيهتم بيا غير نفسي. الاهتمام اللي انا عايزاه هو ده. فيا رب كده ربنا كده يرضيكم ويرضيني ويرزقنا الخير كله عاجله واجله يا رب العالمين.
برضو من الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي بالفيديو ان انا بحب قوي اهتم ان يكون عندي يا اما بخور يا اما معطر حاجه، ابقى واقفه في المطبخ او واقفه في البيت ريحه البيت حلوه. يعني دايما بعد ما بخلص المواعين بتاعتي او دايما وانا مثلا ما عنديش طاقه اقوم اتحرك في المطبخ، ما عنديش طاقه اقوم اطبخ، ما عنديش وانا واقفه في المطبخ اقوم رشه شويه معطر كده حواليا. الريحه الحلوه دي عارفين كده بتفوقني، بتحسن من مودي، فبكون فرحانه قوي. برضو يا بنات من الحاجات اللي فرقت معايا الفتره اللي فاتت دي ان انا العب رياضه، بالذات الستات اللي هي وزنها زاد شويه في الفتره الاخيره دي. وطبعا اكيد يعني كلنا زدنا، بس الست الرفيعه يعني بجد انت في النعمه تحسد عليها. بس انا من الناس اللي وزني بدأ يزيد شويه، فبخاف وبقلق بصراحه، ما بحبش شكلي وانا مليانه. فجبت حاجات على النت، يعني بلعب رياضة في مكاني كده لمدة مثلا 10 دقايق ربع ساعة، بتحسن من نفسيتي جدا جدا جدا، يعني فاهمين قوي. شوفوا بقى المنظر اللي قدامكم ده من اكتر الحاجات اللي بتحسن نفسيتنا كلنا. هي ان انت تدعكي كده الحب بتاعك، خلاص خلصتي مواعينك، خلصتي حاجتك، مطبخك زي الفل، مسحت الارض، كنست الارض، لمعت الرخامات، كمان عملتي غسلت البوتاجاز. فاهمين الحاجات دي بتفرق جدا في النفسيه يا بنات. شوفوا بقى احساس بقى ان انت الغسله الاخيره دي بتغسليها بضمير، لان انت بتغسليها كده وانت مزاجك حلو كده ومرتاحه كده. فبجد يا بنات لو انتوا وصلتوا لغايه هنا ما تبخلوش عليا باللايك بتاعكم، ما تبخلوش عليا بكومنت حلو منكم، قولوا لي انتوا منين كده وشجعوني ان انا استمر، لان انا بعشق اليوتيوب وبعشق تصوير اليوتيوب. فيا رب اكون كده بفيدكم وبديكم كده جرعه طاقه ايجابيه كده، تقومي تتنشطي كده وتخلصي كل اللي وراكي وتحسي كده ان انت فعلا فاهمه، عندك طاقه ايجابيه وعندك حماسه. طبعا يا بنات اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه احنا في شهر رجب، كل سنه وانتم طيبين. طاقتك الروحانيه، طاقتك الروحانيه دي مهمه جدا الايام دي، ان انت تهتمي بيها قوي، ان انت فاهمه، تهتمي بالصلاة في اوقاتها، تهتمي بقراءة القرآن، تهتمي بالذكر، تهتمي بالصلاة على النبي. بصوا ده المعطر اللي انا بجيبه حلو قوي قوي يا بنات، حلو قوي. بحطه كده في البخاخة بتاعتي. طبعا ايديا الحمرا دي بنتي ربنا يبارك فيها ويحفظها ويحميها، دايما تحط لي روج على ايدي، فهي بتعمل لي قلب بالروج، فبيفضل بقى على ايدي ممكن كذا يوم الروج ما بيطلعش اصلا. بصوا بقى بحط كده في البخاخة وتش تش تش تش. بصوا ده بريحة العود، الله على ريحة العود في الشتاء، تديلك كده احساس بالدفء والراحة. الحمد لله رب العالمين. بصوا بقى بمسك بقى افضل كده ارش كده، بيديني احساس يا بنات. اللهم بارك بجد، يا رب نعمة، يا رب احفظها علينا، يا رب بيوتنا، يا رب احفظها علينا. كده اكون خلصت ووصلت نهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو كان